هو فعلا تحدي كبير، لان مش سهل ان انت تغيري روتين وعاده اتبنوا في سنين. هاتي ورقه وقلم وتعالي اقول لك اعملي. اكتبي ايه الانشطه والعادات اللي بتسهرك، موبايل، قهوه، نسكافيه، موقف موتر، وتعالي نحدد اهداف واقعيه تقدري تطبقيها، لان مفيش حاجه هتتغير مره واحده. رقم واحد، حددي ميعاد نوم بدري عن المعتاد ربع ساعه او نص ساعه، وكل يوم تبدري ربع او نص ساعه عشان مخك وجسمك يتقبل ويفضل طوعي. اعملي روتين ثابت للتهدئة قبل النوم، شاور دافي، قراءة، تنفس، استرخاء، ومنع الكافيين بعد العصر، الأهم منه إنك تمنعي الموبايل قبل النوم بساعة على الأقل. ثالث حاجة، حسني بيئة النوم، أضلم الأوضة وأمنع الدوشة، أو أبرد الأوضة شوية عشان أعرف أخش في النوم. رابع حاجة، أنا اتعودت يكون جنبي على الكومودينو قبل ما أنام دفتر صغير بحط فيه أفكاري والدوشة اللي بتيجي في دماغي قبل النوم، بفضي كل ده قبل ما أنام. لو عندي مشكلة كبيرة مسببة لي توتر، ودي رقم 5، بتنط لي بالليل ساعة ما احط راسي على المخدة ويبدأ الأوفر ثينكينج وما اعرفش انام. فبقيت أعمل حيلة خدناها في علم النفس، إن أنا اللي بنط لها بالنهار وبحدد وقت معين أفكر فيها، وبحط ليها حلول أو خطوات أنا هعملها. اتكلمي مع جوزك وشاركيه في نيتك إنك عايزة تحسني روتين نومك وصحتك وعلاقتك معاه. ابعتي لي نتيجتي إيه وإيه اللي عطلك، وأنا هساعدك تعدي الفترة دي إن شاء الله.